السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى في الفيديو ده نتعلم مع بعض ازاي اقدر افرق بين الاسلاك المضروبة والاسلاك الاصلية. باشمهندس حضرتك مهندس مكتب فني او حضرتك تنفيذ مدير موقع وكان محتاج ان انت تطلب طلبية كهرباء زي الكلام ده. ايه هي الطلبية؟ عبارة عن قطر 1.5 مللي و2 مللي و3 مللي و4 مللي و25 مللي و16 وترم بلاستيك 4 في 10، وبالتالي عندك الاجمالي باللفات. طبعا احنا عارفين ان اللفة بتكون 100 متر، فطبعا طلبية زي دي 170 لفة و250 لفة و291 لفة، الطلبية دي تعدي ال 2 مليون، تعدي ال 2 مليون. فتخيل ان انت جبت طلبية بالرقم ده وكانت الطلبية اسلاك ايه؟ اسلاك مضروبة، فطبعا كارثة. حتى اصلا هتتسرق. اولا انت كمالك وكمقاول يبقى المقاول كده سرقك، فبالتالي لابد ان انا اتاكد ان تكون الطلبيه تكون مظبوطه 100%. حتى لو هتشتري لفتين ثلاثه، لو انت بتشطب شقه وهتشتري لفتين ثلاثه لازم تتاكد وتعرف الفرق بين السلك المضروب والسلك ايه الاصلي. طيب باشمهندس مبدئيا كده ازاي انا اعرف افرق بين السلك المضروب والسلك الاصلي، وايه هو اصلا الفرق بين السلك المضروب والاصلي، وليه الناس اصلا بتضرب السلك وليه الناس بتخدع وتضرب السلك؟ باشمهندس ببساطه ان السلك الاصلي هو عباره عن نحاس بيور، تمام. اما السلك المضروب فهو نحاس مخلوط ببراده حديد. يعني انا شركه السويدي لما بتيجي بتصنع السلك بيكون السلك عباره عن نحاس بيور. طبعا النحاس ده سعره غالي، عشان كده سعر اللفه غالي. الناس اللي بتضرب بتعمل ايه؟ بتخلط النحاس ببراده حديد وبتعمل ايه؟ كابلات مضروبه. انت بنظره واحده تعرف هنا ايه الاصلي وايه المضروب، تمام، بنظره واحده، وهقول لك الكلام ده بعد كده. طيب يبقى انا باشمهندس عرفت الناس اللي بتضرب في السلك. طب باشمهندس خلصني ازاي تقدر تحدد كده؟ من خلال كذا حاجه. اولا من خلال الباركود. لو جيت بصيت دلوقتي على اللفه بتاعت السويدي هتلاقي لفه السويدي لازم يكون عليها باركود، لازم يكون عليها باركود زي ما احنا شايفين ان هي شركه السويدي عملت ابلكيشن. الابلكيشن ده سهل ان انت تنزله من على الموبايل اهو، ده من عند شركه الاوريجينال. بيقول لك ببساطه هتنزله وتيجي ببساطه تروح جاي عامل ايه؟ عامل باركود، تعمل سكان كده للباركود اهو اللي موجود على اللفه، تقدر من خلالها يقول لك اللفه دي اصليه ولا مش اصليه. طب الكلام ده برضه نعرفه ازاي؟ حضرتك هتيجي ببساطه بعد ما تنزل الابلكيشن هتلاقي ايه؟ الصوره كده بالشكل ده، ادي الابلكيشن. هتيجي بعد كده هيقول لك انت عايز ايه، هتدوس على بدء المسح الضوئي، بدء المسح الضوئي عشان تعمل سكان. مجرد اهو وتيجي عند العلبه اهو او اللفه بتكون عليها ايه؟ باركود اهو، تضغط الباركود هيجي يقول لك المنتج ايه؟ اصلي. طب يا باشمهندس لو المنتج مش اصلي هتروح جاي ضاغط هتلاقي بيقول لك ايه؟ المنتج ايه؟ مزيف. يبقى اول حاجه هندسه اقدر من خلال الباركود، وانا معايا الابلكيشن الموبايل ابتدي احط دلوقتي اعمل سكان اعرف على طول اذا كان مضروب ولا مش مضروب. طب ايه تاني يا باشمهندس اقدر احدد السلك المضروب من السلك الاصلي؟ الصوره دي من على النت، الصوره دي من احد الناس اللي على اليوتيوب المحترمين اللي بيشرحوا برضو ازاي بنفرق بين الاسلاك المضروبه والاسلاك الاصليه. طيب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه الحبر التقيل والكتابه على الليبل. لو جيت بصيت هتلاقي هنا الكتابه مكتوبه بحبر تقيل، بص اهو ادي الليبل مكتوب بحبر تقيل، بص هنا ده مضروب، هنا مفيش ليبل اصلا، فدي يبقى ده كده الاصلي، اما ده مضروب وده ايه؟ وده مضروب. طب ايه تاني يا باشمهندس؟ بيقول لك انت لسه قايل ان هو بيبقى المضروب نحاس مخلوط ببرادة حديد. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو معايا مغناطيس يا باشمهندس اقدر ببساطه ان انا اعرف المضروب، لان هلاقي السلك بيحتوي على ايه؟ برادة حديد، فبرادة الحديد هتنجذب مع المغناطيس. يبقى انا لو عندي مغناطيس هلاقي ان الاصلي لا يمكن هيكون بينجذب، الاصلي مش هينجذب اصلا لايه؟ للمغناطيس. لو جبت مغناطيس وحطيته هنا هتلاقي ان النحاس ده ما بينجذبش، انما اللي فيه برادة حديد بينجذب. طب ايه تاني؟ من خلال جهاز الافوميتر. لو انا معايا جهاز افوميتر اصلي، تمام، ابتدي اعرف ان هتلاقي ان الاصلي بيكون الرقم بتاعه اقل. يعني مثلا لو جينا بصينا هنا في الصوره اهو عن طريق جهاز الافوميتر بالشكل ده، لو جيت توصل جهاز الافوميتر بسلك هنا والسلك هنا والسلك هنا هتلاقي ان السلك الاصلي بيديك الرقم الاقل. معناه ايه؟ معناه ان ده نحاس بيور 100%، معناه ان ده نحاس 100%، يعني ده كده ايه؟ ده كده اصلي. يبقى الرقم الاقل هو اللي بيكون الاصلي. ايه تاني؟ من خلال بقى ايه؟ الولاعه. لو معاك ولاعه هتروح جاي معرض السلك كده ايه؟ تسخنه،
تمام، بتاكسد السلك. السلك اللي عنده مقاومه للسخونيه بيكون هو الاصلي، انما اللي بيسخن بسرعه وبيتشكل كده بسرعه وبيسود هتلاقي ده السلك ايه؟ السلك المضروب. يبقى انا برضو اقدر اعرف ازاي؟ من خلال ايه؟ وانا دلوقتي امسك السلك كده وبالولاعه هبص هلاقي ان السلك الاصلي ده لو جيت سخنت عليه مش هيسخن بسرعه، انما السلك المضروب هتلاقيه بيسخن بسرعه وبيسود ايه؟ وبيسود بسرعه. اخر حاجه بقى عن طريق اللزقه. بص كده اللزقه الاصليه يا باشمهندس وانا بفك اللفه هتلاقيها بص كده لزقه، اللزقه نفسها لزقه ايه؟ لزقه في الشريط اهو، تمام. انما لو بصيت على اللزقه اللي مش اصليه هتبص هتلاقي ايه؟ مفكوكه، ورقه كده مفكوكه حاططها، بس ده دليل ان هي لزقه ايه؟ مش اصليه. انما الاصليه هتبص هتلاقي هي لزقه ايه؟ ملزوقه بالشكل ده، وبتكون ايه؟ هي دي كده بالنسبه للزقه الاصليه. يبقى انا باشمهندس لو انا بعمل طلبيه كهرباء بالملايين مش هينفع ان انا اجيب اي حاجه، مش هينفع ان انا اجيب اي لفه وعلى راس سلام كده واشوف الدنيا ايه فيها ايه. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها الجدره الثلاثيه. يعني ايه؟ يعني السلك انت لما بتجيبه وبتطلب يا باشمهندس سلك مجدور، فلازم يكون السلك لو تيجي تبص على الطرف بتاعه كده هتلاقي الطرف بتاعه ده ايه؟ مجدور، مش كل سلكه لوحدها، تمام. يعني ايه مجدور؟ يعني هتلاقي السلك تقيل محمل، مش كل طرف لوحده، لا ده فيه ايه؟ مجدور، وده برضو بيدور ان هو ايه؟ سيخ اصلي. يبقى احنا في الفيديو ده اتعلمنا مع بعض ازاي انا اقدر احدد اللفه الاصليه او السلك الاصلي من اللي مش اصلي. انا بقى باشمهندس لو رايح اشتري طلبيه زي دي وجات لي عدد اللفات هعمل ايه؟ ببساطه الموبايل معايا اهو، من خلال الابليكيشن هبتدي اعرف على طول ايه السلك المضروب من السلك الاصلي. ببساطه اهو هجيب الابليكيشن على الموبايل اهو، اروح جاي منزله من بلاي ستور وابتدي اعمل سكان على ايه؟ سكان على اللفه بتاعتي واتاكد اذا كانت هي اصليه ولا مش اصليه. طيب باشمهندس تعالى ناخده كده برضو شويه ايه؟ شويه معلومات. هو انت باشمهندس ليه بتجيب سلك 1.5 وسلك 2 وسلك 3 وسلك 4 والكلام ده كله؟ بص يا باشمهندس السلك 1.5 والسلك 2 دول احنا بنستخدمهم في ايه؟ في الاناره، خلي بالك. يبقى السلك 1.5 وسلك 2 بنستخدمهم في الاناره. طب السلك التلاتة ده عشان ايه؟ عشان البلايز، ده عشان البلايز. طب السلك 4 بستخدمه في ايه؟ غالبا في بلايز القوه اللي بتكون في المطابخ، بلايز القوه اللي بتكون في المطابخ بشغلها ايه؟ 4. طب والتكييفات؟ التكييفات يا اما بتشغلها 6 يا اما بتشغلها 4. يبقى انا لسه المفروض ان انا اضيف هنا قطر 6 عشان التكييفات. وزي ما قلنا اللفه هي عباره عن لفه 100 متر. الكلام ده مهم جدا، لابد ان احنا نركز فيه عشان وانت بتشتري الطلبيه ما تحصلكش اي مشكله. او لو جالك دلوقتي واحد مثلا معاه سلك في الموقع وعايز يبيعه، فانت تبقى فاهم احيانا بيجي ناس كده معاه سلك ايه؟ مش موجود بلفات، سلك يقولك عايز ابيعه. طبعا احنا بنرفض الكلام ده نهائيا، لان غالبا السلك ده ما بيكونش معتمد. انا يهمني اللفه تكون ايه؟ معتمده. شكرا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.